أنا أصير فرجة للأجانب. هذا المعنى كان جدا عظيم على السيدة زينب. على كل حال، إذن الله عز وجل ألملم الموضوع بهذا المعنى. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اليوم الإعلان الإسلامي والعربي يمجد قتلة الحسين، يمجد قتلة الزهراء، يمجد قتلة أهل البيت. هناك مسلسلات، مسلسل باسم خالد بن الوليد. خالد بن الوليد اللي أنا عندي رواية من كتب العامة تقول 17 نفر اعتدوا على فاطمة، واحد منهم خالد بن الوليد اللي ضرب فاطمة بالصوت على متنها، ضربها بالصوت يوم اللي كانت في طريقها إلى المسجد، والقصة مفصلة ربما أذكرها في ليلة من الليالي. مسلسل باسم هارون. وهارون متى كان إنسان مسلم ويعرف الله حتى يصير أمير المؤمنين؟ بنى وشيد وعمر بغداد على عظام ذرية آل رسول الله. اليوم عندنا سيد مرعش النجفي على الله درجاته، كما تعلمون كان عالم في الأنساب، وهو سيد موسى من أولاد موسى بن جعفر، إلى كتاب يذكر الأعداد. هناك ملايين من السادة في الصين، ملايين من السادة في الهند. روحوا شوفوا بعض قبور أولاد رسول الله في إيران، في منطقة شمال طهران. هناك قبر لواحد من أولاد موسى بن جعفر في أطراف موسكو. ايش ودى أولاد موسى بن جعفر إلى أطراف موسكو، إلى أعالي الجبال وإلى الصين وإلى الهند؟ ظلم هارون، ظلم هارون وبني العباس قاطبة. هذول كلهم يصيرون أمراء، يمجدون قتلة الحسين، يمجدون قتلة الحسين. وأكو بعد أعظم من هذا الذنب، أكو أعظم من هذا الذنب أن نمجد قتلة الحسين. يا أخي الوحش قاتل حمزة سيد الشهداء، يقول الراوي يوم اللي أعلن إسلامه إجا وقف أمام رسول الله، الرسول الكريم قال له: إسلامك مقبول، لكن أيها الوحشي اخرج من المدينة، لا أراني ولا تراني، لا أراك ولا تراني، ولا أترضى عليه، ولا قال رضوان الله عليه لأن دخل في الإسلام، وإنما قال له اخرج من المدينة، وهو ملعون بالقطع واليقين، وهو في النار بالقطع واليقين. احنا اليوم المسلمين صايرين أكرم من رسول الله. اللي يقتل الحسين نقول رضي الله عنه، ونكتب في الصحف ونعمل إعلانات حتى ندافع عن يزيد. كان كتيب قبل 5 أو 6 سنوات، كتيب كان باسم الصديقة هند، الصديقة هند، وكتيب آخر اسمه نعم أمير المؤمنين المظلوم يزيد بن، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، أنا قلت أمير المؤمنين لأن قاعد أنقل العنوان. فالله عز وجل لا يريد منا أن نمجد ونعظم هؤلاء القتلة. الله يقول: انظروا إلى رسول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. رسول الله كان يحب الحسين، وأنا قلت لك اليوم حديثنا باسم الحسين لأن هذا اليوم هو يوم الحسين. وأبي ألملم الموضوع حتى ما أطول، لأن إحنا أساسا تأخرنا، لكن من باشر إن شاء الله في تمام 9:15 نصعد إن شاء الله. فأنا أبي ألملم الموضوع لأن حقيقة معكم أبي أستفيد من أستاذي